السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بما انه رمضان على الابواب جبت لكم واحد البوراك تاع الاعراس بنة لا تستطيعوا انكم تقاوموها، وراح تجربوا وتعودوه الف مرة من بنتو. فقط تقعدوا معايا للاخير تكتشفوا كيفاش خدمته وتديو جميع النصائح اللي حطيتهم في الفيديو وتجربوه تستمتعوا بالبنة تاعو. قبل ما نروحوا للوصفة جملي الفيديو فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا. نقولوا بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونبداو. عندي هنايا 500 غرام من الدند، رحيته في الاشوار. تحبوا ديروا الدجاج صدر الدجاج ولا تحبوا ديروا اللحم المفروم، كل واحد ومقدوره. لكن صدقوني بصدر الديك الرومي جاء روعه. كريه تاع فرماج، فصين من الثوم، حبه بصله كبيره، شويه فلفل مرقد ان وجد ما عندكمش. تحبوا ديروا الني ديروا، ما تحبوش ديروا براحتكم. زيتون، كميه تاع زيتون مليحه، وشويه تاع كزبره، وكاس من الكريم فريش باه يجي هذاك الحشو مشمخ ما يجيش ناشف. راح نحطو ملعقه كبيره مش معمره مليح من الزبده وملعقتين من الزيت، ونذوبوهم على نار تكون عاليه وفي مقله تكون سخونه مليح خلا. بعدها راح نحطو هذيك البصله نكرملوها منو فيها، ما نحطو فيها لا سكر لا ملح. واحد دقيقتين وحنا نحركو فيها تحريك مستمر باش ما تتحرق لكمش. بعد ما تبدا تتكرمل راح نحطوا لها شويه ملح باش تطلق الماء تاعها وفي نفس الوقت ما تتحرقش. راح نطيبوها مده واحد 4 دقائق 5 هكاك على نار عاليه. وبعدها راح نحطوا فوقها هذاك الصدر ديك الرومي او الدند كما نقولوا حنايا يتحمص حتى هو معاها. حاولوا انكم تحلوه مليح خلاه بالملعقه باش ما يتكتلش ويدير لكم كتل كبيره ويقطع لكم الورقه تاع البوراك. راح نبقاو نحركوا فيه حتى يتحل من بعضه. بعد ما يتحل من بعضه ويشرب الماء تاعو ويطلق شويه الماء، راح يزيد يعاود يشرب الماء هذاك. راح نجيو نحطوا له فقط ملح وفلفل كحل والثوم اللي كنا ربيناها. الثوم ما تخليوهاش تطول. بعد ما تحركوها مباشره حطوا الملح والفلفل الكحل. اللي حاب يزيد توابل الدجاج براحته، انا حبيت ندير غير ملح وفلفل كحل فقط. وراح نخليه يطيب على نار عاليه باه يجينا مليح. هنايا كنت غلطت، حطيت الفلفل الكحل بزياده لاني نصور ساعات نغلط نحط حاجه زايده على حاجه. نحيت الكاميرا ونقصت زياده، ما تحطوش بزاف نتوما. وبعد ما طاب يعني ودخل في الطياب بنسبه 70% زدت له شويه من الزيتون. راح نطيبه معاه كذلك واحد دقيقتين هكاك 3، ونحط له كذلك الفرماج ونحطوا الكاس تاع الكريم فريش ونخلطه حتى يذوب هذاك الخليط مع الفرماج وشويه تاع كزبره. اللي حب يحط المعدنوس براحته، كاين ناس تحب طعمه المعدنوس، كاين ناس تحب طعمه الكزبره اللي هي الدبجه. اللي تحبوه حطوه. وراح نحركه مليح خلا حتى يذوب الفرماج ويتجانسوا المكونات تكون مع بعضها. بعدها راح نضيفوا الفلفل المرقد ونضيفوا الكميه المتبقيه من الكزبره لاني قسمتها نص حطيته كي بدات تطيب ونص حطيته درك. وراح نطفيو عليها النار ونجيو نخليوها تبرد تماما وتتماسك، ما تحطوهاش وهي سايله. ونجيبوا اوراق تاع البوراك نحطو فيه. انا خدمت الورق في الدار صراحه. اول مره يجيوني ورق مليح كيما هكا لانه السميد كان مليح صراحه بالبزاف. ما فيش العلك بزاف لكن ساعدني دار لي ورق تقول مخدومين بالماشينه مش باليد. راكم تشوفوا فيهم يعني شكلهم كيف ما مش غير اني نمدح فيهم. راح نكملوا نعمروا الورق تاع البوراك مليح على حسب الورق اللي عندي راهم كبار على ذيك عمرتها مليح. وراح نجيو نقليهم في زيت سخون. لاستيس تاع انكم تخليو البوراك ما يهزلكمش الزيت او الورق تاع البوراك كي تقلاو ما يهزوش الزيت، انكم تحطوهم في الزيت وهو يغلي وتقليوهم على نار عاليه، مش تخليو نار ناقصه وتزيدوا تحطوهم في الزيت وهي بارده. راح يشربوا الزيت ويجيوكم معجنين ومش املاح. بعد ما تقليوهم كيما تحبوا، انا ما نحبش نحمرهم صراحه باش ما يجيوش يابسين، نحب نديرهم بيان دوغي. راح نحطوهم يا اما في كسكاس ولا حاجه هكا يسقطروا، ولا نحطوهم على البابي كويسو. انا تعودت نحطهم على البابي كويسو صراحه. ويقول لك يطراو ما يطراو ما ولا يبقاو لي كيما راهم المده طويله. بعد ما كملت قليتهم ونشفتهم من الزيت حطيتهم في صحن التقديم وزينتهم شويه شرائح الليمون لانه الليمون لازم مع الزيت باش ما يقهمناش هذاك البوراك. وبعدها جيت باش نوري لكم النتيجه النهائيه تاعو. شاهدكم في الجنه ان شاء الله. جا مقرمش وطري في نفس الوقت، مع اني يعني مرة نخدم بدقيق بدون ذكر اسماء يجي يابس حجرات وكي تاكليه صدعوا سنيك. هذا دقيق مليح بالبزاف خلا ما علينا. ويعني يختلف دقيق من بلاصه لبلاصه وكل مره كيفاش الريحيه تاعو. عموما شوفوا كيفاش جا مشخشخ ومشمخ ومهوش ناشف، وفي نفس الوقت كما قلت لكم مقرمش والطري ماهوش يابس.
وبنين يقتل. ركزوا لي على البنة، فخبيوا الوصفة لرمضان، واللي صايم هذه الايام كذلك يجربوا. واذا عجبتكم الوصفة ديروا لها جيم وبارطاجيوها اذا امكن مع احبابكم وحبيباتكم باش هم كذلك يستفادوا يخبيوا الوصفة ويجربوها في رمضان ويستمتعوا بالبنة تاعها. اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس بيوصلوا دايما جديد ويشوفوا اول باول. نتلاقاو في عدد جديد ووصفة جديدة. والاكيد انه هذه الايام راح نبارطاجي معاكم تدابير رمضان، فابقوا معايا في القناة لحظة بلحظة. سلام.